جاهزة ان انت تسمعي الحقيقة؟ انا جاية عشان تقفي قدام نفسك. كلنا النهاردة هنقف قدام نفسنا. انت مش عارفة انت واقفة فيها فين. ايه الخطوة اللي بعد كده يا اسراء؟ ان انت هتحاسبي نفسك. طيب ليه احنا هنحاسب نفسنا؟ لان انت طول ما انت شايفة ان كل حاجة حصلت لك بسبب الظروف او الحظ والوقت، هتفضلي مستنية حاجة من بره تحصل عشان حياتك تتغير. بس شكلك هتستني كتير. لكن قبل ما تبدأي ده، انا لازم اوضح لك حاجه: محاسبه النفس لكن مش جلد الذات. يعني انتي مش هتقعدي تقولي انا فاشله او انا ضيعت حياتي او انا السبب في كل حاجه وحشه حصلت لي. لا، احنا عايزين نكون صريحين مع نفسنا لكن مش قاسيين عليها. لان في فرق ان انتي تقولي لنفسك انا فاشله بقمه القسوه، ان انتي تقولي تمام انا فشلت في الحاجه دي وعايزه اعرف ايه اللي خلاني افشل فيها عشان ما اكررش نفس الغلط. الاولى جلد ذات، تانية انت بتحاسبي نفسك. انت قبل ما تعرفي نفسك لازم تسمعي الحقيقة عنها. في كام سؤال احنا عايزين نسأله لنفسنا. اولها: طب انا كنت مسؤولة عن ايه؟ او انا مسؤولة عن ايه؟ عاوزة افهمك ان مش كل حاجة حصلت كانت بسببك. في حاجات حصلت غصب عنك، وفي ظروف ما كانتش بايدك، في ناس ظلمتك، في فرص كتيرة قوي ضاعت منك، وفي حاجات فعلا ما كنتيش تقدري ان انت تتحكمي فيها. لكن وسط كل ده، انت ايه كان دورك؟ واحدة مثلا بتشتكي ان هي لسه متخرجة ومش لاقية شغل، وان هي الظروف كده ومفيش فرص والفرص قليلة جدا. تمام، دي حاجة فعلا موجودة، لكن هل انت حاولتي ان انت تقدمي على شغل؟ او هل مثلا انت طورتي السي في بتاعك؟ مش بتقدمي على شغل بنفس السي في كل مرة. طب انتي اتعلمتي مهارة جديدة؟ طب هل انتي قدمتي على فرصة واحدة ولا قدمتي على 5 فرص؟ انتي طيب حاولتي تعملي ايه عشان تتعاملي مع الظروف دي او المشكلة دي؟ مش عارفين نخصص ساعة اننا نذاكر فيها او نتعلم فيها مهارة في اليوم، لكن الساعة دي نقدر نقعد بيها في السوشيال ميديا عادي؟ ولا هو الظروف بقت شماعة بنعلق عليها كل حاجة؟ أنا مش بقول كده عشان نلوم نفسنا، لا، عشان نعرف الحاجة اللي في إيدينا. ظروف أو الحاجة اللي مش بإيدك دي حاجة خارجة عن تحكماتك، لكن الحاجة اللي بإيدك دي حاجة أنت مسؤول عنها. تاني حاجة انت محتاجة ان انت تسألي نفسك عليها: ايه القرارات اللي انا خدتها وجابتني لهنا؟ كلنا دايما بنبص للنتيجة ونقول انا ليه بقيت كده، لكن قليل بس اللي بيرجع ويشوف الطريق. اسألي نفسك: ايه القرارات اللي انا خدتها ووصلتني للمكان ده؟ طب انت دلوقتي حاسة ان انت مش بتتقدمي. طب هل انت كنت من الناس اللي بتأجل اللي وراها كل يوم؟ هل كنت بتقولي لنفسك انا خلاص هبدأ بكرة ويجي بكرة، هبدأ الأسبوع الجاي؟ طب يجي الأسبوع الجاي، أنا هبدأ لما أكون جاهزة، وسنة عدت. هنا المشكلة إن قراراتك اليومية ما كانتش ماشية في نفس اتجاه هدفك. اسألي نفسك: هل حياتك الحالية نتيجة الحاجات اللي انت عايزاها فعلا، ولا هي نتيجة الحاجات اللي انت بتعمليها كل يوم؟ من الأسئلة اللي احنا عايزين نحاسب نفسنا عليها برضو: ايه الأعذار اللي أنا بستخدمها؟ دي محتاجة شجاعة، لأن أحيانا العذر بيكون حقيقي، لكن ممكن مع الوقت يتحول لمكان مريح نستخبى فيه. ماشي، ممكن يكون فعلا انت ما عندكيش وقت، بس على الأقل أقدر أوفر ساعة من 24 ساعة. ماشي، ما عندكيش فلوس، طب إيه اللي أنت تقدري تعمليه بالإمكانيات المتاحة اللي معاكي؟ ماشي، مش جاهزة، طب هتجهزي إمتى؟ طيب إسراء، أنا خايفة إن أنا أبدأ. طب هل الخوف معناه إن أنت ما تبدأيش، ولا معناه إن أنت تبدأي وأنت خايفة؟ أنا مش بقول إن كل الأعذار كده، في ظروف فعلا بتوقفنا، لكن محتاجين نفرق ما بين سبب بيمنعني فعلا وسبب انا بستخدمه عشان اهرب من الحاجة اللي انا عايزة اعملها. سؤال كمان: ايه الحاجة اللي انا عارفة ان انا لازم اعملها ومش بعملها؟ من اهم اسئلة محاسبة النفس. كل واحدة مننا عندها حاجة عارفة ان هي لازم تعملها ومش بتعملها. انت عارفة ان انت محتاجة ان انت تبدأي، وعارفة ان انت محتاجة ان انت تنظمي وقتك، وعارفة انك محتاجة تبعدي عن ناس معينة، لكن بتأجلي. ولا انت مستنية حد يجي ياخد القرار مكانك؟ اسألي نفسك: لو انا عارفة ايه الحل، انا ايه اللي موقفني عن ان انا انفذه؟ كمان محتاجة تسألي نفسك: هل انا افعالي متوافقة مع الحاجة اللي انا عايزاها؟ هاتي ورقة وقلم واكتبي: انا بقول انا عايزة ايه وانا بعمل ايه. انت عايزة تنجحي بس انا مش بذاكر. انا عايزة انمي لغة بس مش بخصص لها وقت. هنا لازم نقف، لان المشكلة مش اننا مش عارفين احنا عايزين ايه، المشكلة ان افعالك مش متوافقة مع الحاجة اللي انت عايزاها او مع اهدافك. طيب انت بتهربي من ايه؟ مش قادرة اعملها،
ما عنديش وقت ليها، انا مش جاهزة، مش وقتها، بعدين طيب مش وقته. لكن الحقيقة ان انت خايفة ان انت تبدأي وتفشلي، فعلى طول بتأجلي. خايفة تقدمي على شغل وتترفضي فما بتقدميش اصلا. خايفة تبدأي من الصفر فتقعدي تتفرجي على غيرك وهو بيبدأ. في نهاية الفيديو عايزاكي تجيبي ورقة وقلم واكتبي لنفسك 3 حاجات. اول حاجة، ايه الحاجة اللي انت عملتيها صح؟ بالمناسبة محاسبة النفس مش معناها ان هي كلها اخطاء، في حاجات تستحق ان انت تسقفي لنفسك عليها. ايه الحاجة اللي انا قصرت فيها؟ ايه الحاجة اللي انا هغيرها النهاردة؟ مش 10 حاجات، مش 20 حاجة، هي حاجة واحدة بس. الهدف من كل ده مش ان انت تخرجي حاسة بالذنب، الهدف ان انت تخرجي واعية، عارفة انت واقفة فين، عارفة ايه الحاجات اللي انت اتحججت لنفسك بيها والاعذار اللي انت حطيتيها وهي مش حقيقية. انت حولتيها من اعذار حقيقية مكان مريح بالنسبة لك. خلاص مش هتستخدمي اي حاجة من دول كعذر ليكي ان انت ما تبدأيش. انا مش بحاسب نفسي عشان اعاقبها، انا بحاسبها عشان انقذها. الحقيقة لو وجعت ارحم بكتير من ان انت تعيشي في وهم مريح. استعدوا للفيديو الجاي، هنفتح الملف الاصعب والسؤال هيكون انا مين؟ بجد انا بعمل مجهود كبير جدا عشان اقدر ان انا استمر. عاوزاكم تشاركوني الرحلة زي ما انا بشارككم، وعايزين نشجع بعض. كل الحجج والاعذار خلاص خلصت، هو ده الوقت بتاعنا، ما عندناش اوبشن غير اننا هنوصل. كده كده انا هوصل. لو عايزة توصلي معايا اول مرة تشوفيني، تابعيني وانضمي لينا لأكبر رحلة تغيير. عاوزاكم تدوني أفكار ونتكلم سوا، اكتبولي تحت في الكومنتس ويلا بينا نغير قصتنا. قصة هتتغير من عندنا. وبس كده، يلا باي.